السلام عليكم الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ ربي تكونوا في افضل الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم اختي غنشارك معك الروتين الليلي اللي كندير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا، اللي مازال ما اشتركش في القناه دخل دابا تشترك وتفعل زر الجرس باش ان شاء الله اي جديد نحطو يوصلكم نتوما الاولين. وما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم الزوينه ولا لايك ديالكم، وكنحبكم بزاف. البنات، دابا انا يلا دخلت من الدار. شوفوني سخفانه غير من الطريقه باش كنهضر. صراحه كنت عند راجلي فاش كنمشى للخدمه. نسى الشارجور ديالو، وهكا فاش جا في العشاء، حيت مورا العشاء هنا كلشي كيسد وكياخذ البوز باش يصليو هذا ويرتاحوا شويه. جا كان بغى ياخذ الشارجور ديالو، ساعه عاوتاني هو يصوني لي قال لي واش تقدري جيبيه ليا، حيت هو خدام غير هنايا قريب، يعني ما بعيدش بزاف. قلت ليه اوكي غنخرج وغنجيبو لك. صراحه حيت ما كنتش كاع درت في بالي انني غنخرج اليوم. تخيلوا معايا ما خرجتش من داك النهار فاش صوت لكم فيديو. شاركت معكم. هكا بعد كانت خاصني شي خضره مشيت تقديتها وجبتها. فريمون راه ما كنساليش هاد الدريات والله. مع كيما قلت لكم كنخدم من الدار، وزيد عليها هكا فاش كنصور لكم دي فيديو المونتاج وهذا، فراه باش نبقى نصور ونمونطيو هادي راه ماشي شي حاجه سهله، راه فريمون كياخذ ليا الوقت. خلي هكا الشغل ديال الدار وهادي تبقاي طيبي وتجمعي الدار تسيقي وهادي. الحمد لله بعدا كاينه غير بوحدي في الدار، يعني ما كيكونش عندي شي اشغال بزاف في الدار، ولكن واخا هكاك ضروري شويه شويه هكا وصافي. المهم، تخيلوا معايا خرجت باش ندير لراجلي الشارجور ديالو. شنو درت؟ فاش وصلت صون عليا راجلي، قلت ليه انا فين كاينه باش يجي عندي ياخذ الشارج ديالو. تخيلوا مع قطعت فكرت بلي انا نزيد الشارج في الدار ما ديتيش معايا. قال لي راجلي ولاش جايه؟ صافي قلت ليه راه زعما غنرجع للدار ونجيبو لك. قال لي لا لا صافي خليه. ايوا اختي عقال هذا عندي. المهم، صراحه شحال هادي ما خرجت، الجو زوين صراحه ما نعاودش لكم. ما كنتش كاع دايره في راسي نخرج، خرجت صافي. المهم بعدا شميت شويه ديال الهواء وتمشيت، حيت كما قلت لكم شحال هادي ما خرجت. المهم البنات دابا غادي غنمشي باش نطيب العشاء. المهم حيتاش تقريبا راجلي مع الوحده ديال الليل كيجي للدار، ما كيخدمش هكا بكري، مع 2 ديال النهار كيبدا. المهم باش نوجد العشاء. بالنسبه للخبز كان خاصني عجنته وطيبته قبيله قبل ما نخرج. صافي بقى لي غير العشاء. العشاء غادي نقدم لكم وها نتوما معايا. هنا البنات غندوز باش نوجد معكم العشاء. اليوم غنطيب الحوت كما كتشوفوا مع الخضره في الطاجين. غتقولوا لي مالك اختي نتيا ديك الخضره وجدتي معنا طاجين بالخضره ودابا مع الدجاج، ودابا طاجين بالحوت بالخضره؟ انت عطيها بالليل غير الطواجن احتمال كيوش هذيك معدنيت اللي عندك ولا شنو؟ شوفوا، انا علاش ما كنديرش طواجن زعما ديما بالليل، غير مره علاش؟ حيت راجلي كياكل في الخدمه، يعني كياكل غير الماكله ديال الزنقه، واخا قريب هكا ما كتكونش عنده الوقت نهائيا يجي يتغدى في الدار. داكشي علاش ماشي ديما، مره كندير ليه الطواجن بحال هكا، حيت عزيز عليه الحوت وعزيز عليه حتى طاجين بالدجاج بالخضره. مره كنديرهم ليه هكا بالعشاء. حسب اليوم غادي ندير الحوت. كما شفتوا البنات هنا الحوت درت ليه شرملته مزيان في العطريه، ودرت شويه ديال العصير ديال الحامض، درت الثومه ودرت القزبور. ودابا غندوز باش نوجد معكم الخضره اللي غادي ندير، اللي غنفرش الحوت في الطاجين. صافي يا البنات، الطاجين ديالي هو هذا. بالنسبه للخضره قطعت خيزو وبطاطا رونديل. وبالنسبه لتحت ديال الطاجين درت شويه ديال الزيت باش خيزو ديالي ما يلصقش ليا تما من بعد فاش غنحطو فوق البوطه. درت خيزو لتحت حيت البطاطا دغيا كيطيب وغيتحرق ليا، داكشي علاش فرشت خيزو هو الاول، عاد ضفت عليه البطاطا، شويه البطاطا. دابا عاد غادي ندوز باش نحط عليه داك الحوت ومع ديك الشرموله باش شرملت الحوت. صافي يا البنات، هذا هو الطويجين ديالي من بعد ما درت الحوت وديك الشرموله باش شرملت الحوت بحال هكا، ودرت شويه ديال الحامض هكا من الفوق. صافي هكا نكون ساليت العشاء ديالي. غادي نحطو فوق البوطه صافي بما يطيب. وانتم معايا حبيباتي.
ودابا يا البنات غندوز باش نضربها بواحد التحميمه فاعله تالكه. غنسخن عظيماتي وغنطهلا شويه في راسي وغنحيد عليا العيا والعرق ديال النهار كامل. وغادي نستعمل هاد الجيل دوش هذا كما كتشوفوا، هذا ديال لوفتي صراحه زوين بزاف، فيه واحد الرويحه سبيسيال ريحه النقاوه. هذا كنخداه ليا راجلي في درعا هنا نيت في السعوديه كادو، صراحه زوين بزاف كيخلي واحد الرطوبه في الجسم راه هي سلام ما نعاودش لكم. بالنسبه لبنات درعا راه معروفه هنا في السعوديه، في اي مدينه مشيتي غادي تلقاي فيها درعا، ما يمكنش تمشي لشي مدينه هنا في السعوديه وما تلقايش درعا. صراحه داكشي عندهم واعر زوين بزاف، عندهم الرويح، عندهم البخور، عندهم لي صاك، عندهم بزاف ديال الحوايج. واخا الاسمنه شويه طالعين ولكن فريمون داكشي عندهم واعر وزوين. ان شاء الله شي نهار فاش نمشي بحال هكا نخرج غنصور لكم فيديو تما نوريكم المنتوجات اللي عندهم مع الاسمنه بالنسبه للناس اللي غيجيو هنا وبغاو ياخذوا كادو. هدايا البنات دهن اميره العرب حتى هو غادي نستعملو من مورا الدوشه البنات. غنوريكم الطريقه ديال الاستعمال. فاش كدوشوا قبل ما تنشفوا الجسم ديالكم كدهنوا به لابو ديالكم كامله، ماشي بالضروره لابو ديالكم كامله، المهم نتيا دهني به البلايص اللي بغيتي صافي. وكتلبسي البينوار ديالك ديريكتومون، يعني ما كتنشفيش، كتخلي الجسم ديالك ينشف بوحدو. ومن موراها ثقي بيا راه تكون فيك واحد الرويحه راه زوينه بزاف، ريحه اميره العرب غتكون فيك عاطيه وغتبقى لك مده طويله. راه البنات اميره العرب الرويحه ديالها راه غنيه يعني التعريف، كلنا كتعجبنا. وغنستعمل حتى هذا الكوماج هذا، هذا كوماج طبيعي كنصايبو غير من الدار. غنستعملو حيتاش غادي ندير ازاله الشعر. بالنسبه للبنات الكوماج راه كندير فيها القهوه والزيت فقط، غتستعملوا اي زيت متوفر عندكم. بالنسبه للبنات الكوماج راه ضروري ومؤكد تستعملوه قبل عمليه ازاله الشعر باش هكا لابو ديالكم تبقى لكم نظيفه ويحيد لكم داك الجلد الميت. حيتاش الا زيتو تحيدوا الشعر نيشان بلا ما تكون لابو ديالكم نظيفه، راه الا تشرحتوا ولا شي حاجه الا كنتو كتحيدوا ب بماكينه بحال هكا راه هادشي يقدر يسبب لكم هكا بكتيريا. داكشي علاش البنات ضروري تستعملوا الكوماج، وراه ما عندوش غير هاد الفوائد، راه كيخلي انكم ما يخرجوش لكم الحبوب ودوك جيد الاوز حتى هو راه كيعالجو، كيخلي لكم لابو ديالكم رطيبه. بالنسبه للبنات انا في ازاله الشعر ديالي كنستعمل هذه اللي كنشارك معكم ديما. صراحه ما كنستعملش لاصير والواكس وداكشي، راه ديجا عاودت لكم على تجربتي معاهم. كنفضل انني نستعمل الشفره. علاش؟ حيت هي تقدري تحيدي بها وقت ما بغيتي، ماشي بحال الواكس ولاصير الا حيدتي به صافي يعني خاصك تسناي حتى كبر لك الشعر عاوتاني عاد تحيدي، حيت فاش دوك الزغيبات يلاه كينوضوا لاصير والواكس ما يمكنش يحيدوهم ليك، فهمتي؟ داكشي علاش انا كنفضل هنا الشفره. بالنسبه لبنات الشفره ديالكم حاولوا ديما تكون نظيفه، يعني حيدوا بها مره واحده صافي ولوحوها. هذا يا البنات زوين بزاف، هذا راه ديال لي بيبي وكيتستعمل التهيجات ديال البشره. مثلا البنات اللي كيحيدوا الشعر ديالهم بالواكس ولا بلاصير راه مزيان انكم تستعملوا هذا، راه غيحميكم من التهيجات ديال البشره. وراه كيكون في لي فارماسي، كاين في لي بارا فارماسي، وغتلقاوه حتى عند مول الماكياج. بالنسبه لي انا هذا خديته عند مول الماكياج داير شي 15 درهم كنظن في لي بارا فارماسي ولي فارماسي غيكون شويه طالع في الثمن، ماشي بحال عند مالين الماكياج. داكشي علاش خذوه عند مالين الماكياج، راه غتلقاوه غير ب 15 درهم وراه زويون صراحه كنصحكم به، ما غاديش تندموا الا خديتوه. بالنسبه لبنات الشعر ديالي غنستعمل هذه المخماريه جامده، حتى هي كتجي في الباك ديال مسك الطهاره. البنات اللي مازال ما خداتش مسك الطهاره تاخذوا زوين بزاف، غير هو ردوا البال من العلامات الاوريجينال اللي كتكون الفوق اللي هي علامات الجوده زوينه بزاف. البنات عرفتي كي كترجع لكم شعركم حريري يا البنات، حريري كيكون رطب 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 رطب. خصوصا البنات اللي كيصايبوا شعرهم بالبلاك وكيتنشف ليهم ولا من مورا ما دوش وكيتنفخ وكينشف من التحت، هذه هي اللي غتهنيكم من داك المشكل. بالنسبه للبنات طريقه الاستعمال اين فوا غدوشي غتنشفي شعرك مزيان بالفوطه وغدهني، هو داير بحال البلسم، بحال بديل الزيت، كدهني به الشعر ديالك كامل صافي وكتنشفيه بالسشوار هكا هكا. عرفتي كيرجع شعرك حريري 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 ورطب بزاف، رطيطب رطيطب. بالنسبه كما قلت لكم حتى البنات اللي كيصايبوا بالبلاك اين فوا غتصايبي بالبلاك الا بانوا لك الا بان لك شعرك بدا كيتنفخ غدهني بشويه من هاد المخماريه هذه وغتشوفي شعرك كيغيولي، غتهني بشكل نهائي من ديك النفوخيه ديال الشعر.
وصافي البنات هادو هما لي برودوي اللي غادي نحتاج. تهلاو في راسكم البنات، ديما كنوصيكم تهلاو في راسكم. بالنسبه للشقه ديال الدار البنات راه ما كيساليش، ما عمرك تنساي راسك تهلاي في راسك. صافي البنات انا غندخل ندواش تقريبا كلشي وجدتو. جيل دوش بالنسبه الشفره ديالي باش نحيد ازاله الشعر، المقشر، الدهن ديالي باش غادي ندهن من مورا الدوش، المخماريه. صافي البنات دابا غادي نضربها بواحد التحميمه كما قلت لكم فاعله هكا، وغادي نخرج ايوا يا اختي. من بعد ما ضربتها بواحد التحميمه فاعله هكا وسخنت عظيماتي مزيان كما قلت لكم، هنا وجدت البيجامه ديالي اللي غادي نلبس. صراحه هاد البيجامه هذه زوينه بزاف في الغوج، كان حمق انا على الاحمر ما نكذبش عليكم. اللون المفضل عندي هو الاحمر، صراحه زوين كلاس كيعجبني بزاف. بالنسبه لهاد البيجامه البنات هي ديال الساطان رطيبه بزاف. انا كنحماق على البيجامه ديال الساطان خصوصا هكا في النعاس، حيت كيكونوا مريحين بزاف، يعني كتنعسي وانتي مرتاحه. ديما البنات حاولوا انكم فاش تبغيو تنعسوا تلبسوا شي حاجه اللي مريحه باش هكا ترتاحوا وتنعسوا مزيان. ها نتوما كما كتشوفوا البنات فيها الدونطيل هكا في الرجلين، وفيها حتى في العنيق، وفيها في اليدين. صراحه زوينه بزاف. حتى اللون ديالها كما قلت لكم غزال، صراحه حمقاتني. هنا البنات من مورا الدوش غادي نرطب الجسم ديالي بهذا المرطب هذا ديال لوفتي. هو حتى هو جاني كادو من عند راجلي، كنشاركش معكم جيل دوش نفسه كان جا مع هذا الكريم، هذا كريم مرطب صراحه ريحته غزاله بزاف وكيضغط لكم لابو ديالكم مزيان. حتى هو من درعايا البنات، صراحه زويون بزاف. بالنسبه للعطر البنات غنستعمل هاد الرويحه هذه، صراحه زوينه بزاف، فيها واحد الرويحه زوينه بزاف. ما عرفت كيفاش غادي نوصفها لكم، مهم واعره 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 بزاف وكتبقى. بالنسبه لهذه راه واقيلا فايت شاركتها معكم، جاتني حتى هي في واحد الباك كادو حتى هو من عند راجلي. فيه هاد الرويحه هذه، وفيه كريم مرطب، وفيه جيل دوش، وواحد سبراي ديال الجسم بحال هكا، واحد الرويحه صغيره حتى هي، صراحه زوينين بزاف. بالنسبه للبنات هذا مسك الطهاره هذه غادي نستعملوا المناطق النبض. غنحطوه في مناطق النبض باش هكا يعطينا واحد الرويحه. صراحه هذا احسن واحد في دوك الامساك ديال الطهاره اللي جاوني في باك ديال مسك الطهاره، كيجيو فيه تقريبا 4. صراحه هذا هو الزوين فيهم، ريحته زوينه بزاف ومجهده وكتبقى. كنديروا في مناطق النبض. بالنسبه لبنات المناطق الحساسه، حيت كما قلت لكم في الاول غندير عمليه ازاله الشعر، غادي نرطب هذا المرطب هذا. صراحه ما كاينش شي فيديو اللي كنديرو وما كنشاركش معكم هاد الزيت هذا، زيت الكوك او جوز الهند. صراحه زوينه بزاف، شحال هادي ما شاركتهاش معكم، واليوم غنشاركها معكم. صراحه واعره بزاف، كترطب وفيها واحد الرويحه زوينه، وراه حتى كتبيض البنات على المدى البعيد. زي ما لقيتو كتستعملوها بزاف ديما وداومتوا عليها، راه كترطب المناطق الحساسه وراحه طبيعيه 100%. ما تلقاو منها حتى شي مشكل، وما تخافوش منها نهائيا. خاليه من المواد الكيماويه، غتلقاوها من عند في القصريات اللي كيبيعوا امل وارغان ومنتوجات طبيعيه، راه كيطحنوها هما بيديهم. راه كتبدا من 10 دراهم حتى 25 درهم. بالنسبه للبنات شعري من بعد ما استعملت ديك المخماريه ونشفتو مزيان بالسوشوار، دابا غندوز باش نمشطو. صافي البنات ما غادي نصايبوا لا بالبلاك لا حتى شي حاجه، حيت كما قلت لكم اصلا انا شعري رطب، كنت كنلقى غير مشكل كيتنفخ ليا لتحت، وفاش كنت كنستعمل المخماريه صافي ما بقيتش كنلقى مشكل. صافي البنات غنمشط شعري مزيان وغنجمعو بهذا الفيليل هذا اللي شاركت معكم. فقط كما قلت لكم ما غادي نرطبوا ما حتى شي حاجه، حيت المخماريه فريمون كتهنيني من داك شعري من مورا ما كندوش وكنشفو كيتنفخ ليا. هذا كان مشكل كنعاني منه، ومن مورا ما بقيت كنستعمل المخماريه ولا شي سيروم. وهذا صراحه كنتهنى من داك المشكل. صافي البنات تقريبا هنا وجدت البيجامه ديالي، وجدت لي برودوي ديالي اللي غادي نستعمل من مورا الدوش. البنات كما قلت لكم غنوصيكم وغنعاود نوصيكم تهلاو في راسكم، اي حاجه كتريحكم ديروها. شوفوا راه ماشي بالضروره يكون عندك الفلوس بزاف باش انت تهلاي في راسك ولا باش تشري لي برودوي وتشري بيجامات زوينين. راه تقدري تشري غير بداكشي اللي عندكم البنات، غادي تشري غير بداكشي اللي عندك، ماشي بالضروري يكون تشري دي برودوي غاليين بزاف ودي مارك، ولا دي بيجاما اللي يكونوا غاليين ولي مارك.
وهنا البنات من بعد ما تعشيت وجمعت الروينه اللي في الكوزينه وغسلت سنانتي ودرت السكين كير ديالي، هنا البنات غادي ندير اذكار النوم. البنات ديما ما تنساوش اذكار النوم، خصوصا سوره الملك ضروري يوميا تقرا سوره الملك كل ما تنعسوا، راها سهله ما فيهاش شي حاجه اللي زعما ما غاديش تاخذ لكم من وقتكم بزاف، راه 2 دقائق 3 دقائق تكوني قريتي فيها سوره الملك ودرتي اذكار النوم ديالك. البنات ما تنسوش ما تحسنوا راسكم وديروا اذكار النوم، راه ضروريين البنات. الاذكار كلهم ضروريين كيحسنوك، سواء اذكار الليل سواء ديال المساء سواء ديال الصباح. الا قدرتوا حافظوا عليهم حاولوا ما امكن انكم تحافظوا عليهم. وهكا حبيباتي غنكونوا وصلنا للخير ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساوش اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش ان شاء الله اي جديد نحطو يوصلكم نتوما الاولين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.